السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم كيكة الليمون بطريقة يعني ما شاء الله سهلة وبسيطة، او كيكة ستاربكس. طبعا انتوا عارفين بقى الايام دي كلها كل الناس بقى عاملة مقاطعة، فاحنا بقى نعمل كل حاجة في البيت، وما شاء الله اتعملت ما خدتش اي وقت، وطالعة بقى بالجمال والروعة كده زي ما انتوا شايفين. احسن طبعا من اي محل، وطبعا عاملة انت بايديكي وكل المكونات انت عندك في البيت، وما تكلفتش طبعا زي ما هتشتريها من بره جاهزة. ندخل بقى على المقادير والطريقة على طول. دي بقى كل المكونات اللي هنستخدمها في الكيكة بتاعتنا النهاردة ما شاء الله، يعني زي ما انتوا شايفين كده. ديلت كوباية ونص دقيق، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، ودي نص كوباية زبادي او بطر ميلك او حليب عادي، وعصرت عليها نص ليمون، و75 جرام زبدة، وربع كوباية زيت، وده بشر ليمون وعصير ليمون وكوب سكر وثلاث بيضات والفانيليا. هنكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف. حط بقى كل المكونات ديت في الخلاط، اللي حابب يضربها بالمضرب اليدوي برضو اللي يريحكم، بس انا يعني حبيت اسهلها فعملتها كلها بقى في الخلاط. هنحط بقى كل المكونات ديت في الخلاط. حطيت السكر والبيض والبشر الليمون، وهنحط برضو الزبادي والزبدة والزيت والفانيليا، وانا مستخدمه عادي والله سكر تموين، يعني زي ما انتم شايفين كمان مش ابيض، وحبيباته كبيره شويه، بس ضربته بقى شويه حلوين كده في الخلاط عشان هو بياخد وقت شويه على ما يدوب. ودي زي ما قلت لكم 75 جرام زبده مذابه، ودي نص كوبايه بقى اللبن او الحليب. مكانش عندي بقى انا لبن رايب او زبادي، فحطيت على نص كوبايه عصرت عليها عصير ليمون. ما شاء الله ادت نفس النتيجه. هنا بقى خلاص بعد ما ضربته ما شاء الله لونه فتح ازاي، الليمون كمان مدي لون فاتح خالص. هنضيفه بقى على الكوبايه ونص دقيق بتوعنا ومعلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح. هنخلطهم بقى كده بالمضرب اليدوي لحد ما كل الدقيق اللي معانا يختفي. مش لازم نقلب يعني كتير المكونات عشان ما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه في ضرب البيض. ده بقى القوام بتاعها. هنجيب بقى الاسباتيولا كده نعمل بها نقلب بها تقليبه كده عشان لو في اي حاجه متكتله يعني تحت دي ولا اي حاجه. هنجيب بقى القلب اللي انا هنعمل فيه. ممكن بقى تعمله في اي صينيه او اي قلب اللي هو المستطيل، بس انا بصراحه بحب الصينيه دي، جميل بتبقى جميله، وبيبقى شكل الكيكه كمان في النهايه شكله جميل خالص. فضيت بقى كل الخليط، وهنمشي بس كده بالخل عشان لو في اي فقاعة هوا كده ولا اي حاجه تبقاش عامله مبوظه معايا شكل الكيكه لما تطلع من الفرن. دخلها بقى الفرن على درجه حراره 180، حسب بقى نوع الفرن وحسب نوع الصينيه. يعني الصينيه ديت قعدت معايا حوالي نص ساعه بالظبط. هنا بقى هعمل معاكم الجليس اللي هو بتاع الليمون اللي هنحطه على الكيكه لما تطلع من الفرن. ده سكر بودره وعصير ليمون، عصر انا حوالي ليمونتين كده، ونحط بقى شويه بشويه ونقلب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه، يعني مش هيبقاش خفيف جامد ولا تقيل جامد. واللي حابب يستغنى عن الخطوه ديت يعني عادي اللي يريحكم، بس هي بتخلي شكلها وطعمها كمان جميل والله. يبقى بقى بالقوام ده، اما تبرد بقى تطلع الكيكه وتبرد هنحط. هنا بقى الكيكه خلاص ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن، واخده بقى اللون الدهبي الجميل ده كده من تحت ومن فوق. هي بقى كمان لسه سخنه، هنوريها لكم بقى كده لما تبرد. بنوريكم بقى ان هي ما شاء الله مستويه خالص، والخله يعني طالعه مفيهاش اي حاجه. زي ما قلت لكم دخلناها على درجه حراره 180. خدت معايا حوالي نص ساعه. لو صينيه بقى اصغر ممكن تاخد اكتر من كده. هنا بقى ما شاء الله بعد ما بردت خالص هنقلبها بقى معاكم في طبق التقديم عشان نزينها يعني معاكم. نحط بقى عليها الجليس اللي احنا عملناه بالسكر البودره.
ما شاء الله اللون بتاعها تحفة خالص. بقول لكم بقى كمان ان هي هشة، ولسه بقى لما نقطعها كمان من جوه. هنحط بقى عليها الجليس معاكم. هنحط بقى عليها الصوص اللي احنا عملناه بالسكر ده والليمون. السمك ده بتاعه يعني ايه، حلو كده، ولا وسط ولا تقيل ولا خفيف يعني، زي ما عملت معاكم يعني في الفيديو. وزي ما قلت لكم ممكن تستغنوا عنه خالص، بس هو بصراحة كان مديها طعم وشكل جميل خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنزينها بقى كمان بشرايح الليمون، بما انها بقى هي كيكة الليمون يعني. هنحط برضو عليها كده ورق نعناع. وده بقى الشكل النهائي للكيكايه بتاعتنا. ما شاء الله روعة زي ما انتم شايفين، وشكلها بصراحة تحفة، وريحتها بقى قلب الشقة خالص، اكتر من كيكة البرتقال. هنقطعها بقى معاكم عشان تشوفوها كمان بقى، وتشوفوا الهشاشة بتاعتها كمان من جوه. هي باينة حتى كمان وانا بقطع كده بالسكينة. ما شاء الله. ولونها كمان الليمون مديها لون فاتح وجميل خالص، لون فاتح كده على مصفر يعني. وهي بقى ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده هشة، وطعمها بصراحة روعة. نحط كمان كده منها كذا قطعة في الطبق، تشوفوها برضو كمان كده من قريب. حطيت برضو معلقة كده من الصوص ده اللي احنا كنا عاملينه على اللي احنا قطعناهم في الطبق. نزينهم برضو كده بشريحة ليمون ونعناع برضو. بصراحة عجبتني خالص، وريحتها وطعمها بصراحة تحفة. طبعا احنا عاملين بقى مقاطعة كل المنتجات الايام ديت، فدي بقى كيكة ستاربكس. الناس بتروح تدفع فيها يعني مبلغ وقدره، فعملناها في البيت بايه، باسهل طريقة وباقل التكاليف. بتمنى بقى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. طبعا ما ننساش بقى ندعي لاخواتنا في غزة، ربنا طبعا ينصرهم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.